السائلة قدمت إدارة. دي كانت بنت صغيرة وغلبانة ولذيذة ودمها خفيف. هنا دي أشقى بنت ممكن تشوفيها في حياتك اللي بعملها هنا. قمر بنت اسكندرانية جدعة، بتاعت حق قوي، بتقف دايما جنب الناس المظلومة، بتعيش حياة ظلمة بس بتكافح وبتعيش زي اي ست مصريه ما بتعمل، او اي ست عموما. انا بحس ان الستات دايما مكافحين في الحياه، بيحاولوا يعيشوا على قد اللي معاكي هتعرفي تعيشي. ده الست الكويسه طبعا. الفيلم مركز على الجانب الرومانسي في قمر ولا مركز على الجانب الست الجدعه فيها؟ كله، بس متهيألي انه الخناقه على قلبها مخليه انه لا. خلي بالك الوجع الرومانسي للشخصيات الدراميه بيبقى تمثيله احلى عن ما تطلعي مثلا بتعملي اي حاجه تانية. دايما الناس بتحب تشوف البطله اللي في الفيلم، البطل بيحبها وبيجري وراها ومش عارف مين بيجري وراها ومين بيجري. الناس بتحب تشوف ده، بس المهم انه البطله دي ما تكونش بتستهون بعقل المشاهد، ان هي تبقى تافهه مثلا، ان هي على عكس افلام ممكن اعمل كده بس فيلم كوميدي. انما انه تعملي فيلم كبير لازم تبقي حقيقيه وكمان توصلي مسج للناس. زينة عجبني عن الافلام التجاريه في المؤتمر وانت بتقولي ليتس فيرست بقى. اصل السؤال طلع خلاص هو والله. عن الافلام التجاريه، ايه الافلام اللي قدمتيها وكنت شايفه ان هي تجاريه ما كانش فيها رساله؟ انا معظم الافلام اللي قدمت لا ما فيهاش رساله. ايه هو انت لما بتضحكي مش بتنبسطي؟ انا بحب الافلام التجاريه جدا وبحب الافلام الكوميديه جدا، بس بقول لك انا لازم اعمل من وقت للتاني حاجه تبقى علامه، اعمل بصمه واتكل على الله، اروح اجيب فلوس عشان يشغلوني تاني فاقدر اعمل افلام مهمه. الاسم يستمر. شكرا. اسم حضرتك ايه؟ زينة عجبني في كلامك في المؤتمر وانت بتقولي ان لازم كل فتره يبقى في تجربه بتثبت اسم الممثل. طبعا. النهارده زينة راضيه عن المكان اللي هي وصلت ليها، ولا شايفه انك محتاجه تجتهدي اكتر، تشتغلي اكتر، تدوري على ادوار اكتر فيها شغف اكتر؟ هقول لك على حاجه والله، انا دايما طول الوقت يعني الحمد لله انا راضي بكل حاجه، بس انا طول الوقت مش ببقى راضي عن نفسي. يعني طول الوقت ببقى عايزه الناس هي اللي تقول رايها، مش انا اللي اقول رايي في نفسي، والا بقى ست مجنونه او ست مغروره، وانا لا ده ولا ده. انا بحاول اجتهد وبحاول اوصل المسج المكتوبه للمخرج رؤيته اللي هو عاوزها، وفي نفس الوقت ابقى بحاول ان انا ارضي الجمهور واقدم عمل فني محترم. النهارده انت مطمنه وانت مع خالد يوسف انك هيتم الحفاظ على مكانتك الفنيه سواء في جوه الفيلم او على التتر؟ كسبت ولا ايه؟ مين اللي بيتصل بيك دلوقتي؟ اقفل في وشه. اكيد هبقى ده نفس السؤال اللي سألته. اكيد بالظبط، اكيد هبقى مطمنه. انت جاي معاك. وايه المشكله في السؤال؟ والله انا ما اعرفش اصلا. انت سالت قلت ايه؟ الاستاذ تليفونه رن. طيب انا مطمنه طول ما انا بعمل عمل مهم وبشتغل مع مخرج هو قادر ان هو يحافظ على مكانتي ويحافظ على شغلي ويحافظ عليا كبني ادمه، لان انا اتعلمت جدا ان انا اشتغل مع مخرجين يبقوا هم مقدرين قيمه الفنان اللي قدامهم ويكونوا فاهم. بس التعاون مع احمد العوض شايفاه ازاي؟ والله لسه اول مره، يعني لسه اول مره التعاون مع كل الممثلين اللي في الفيلم. الحقيقه مبسوطه منه جدا. يعني استاذ حسين فهمي ده بموت فيه، بحبه جدا واحنا اصدقاء جدا. واول ما اشتغلت مع استاذ حسين وانا صغيره، كان عندي تقريبا 17 سنه. ف يعني اشتغلت اول مره كان عندي 14 سنه مع استاذ احمد زكي، 17 سنه اشتغلت مع استاذ حسين فهمي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. فانا تحس ان انا عندي تاريخ، وانا ما يعني عشان اشتغلت مع ناس كبيره وناس من الاجيال اللي قبل كده، ناس مهمين وناس محترمين وناس فنانين كبار مصريين. ايه قضيه زينة نفسها تقدمها؟ لا كتير قوي. زي ايه؟ لا كتير جدا كتير جدا جدا جدا. مثلا ادينا فكره بس. انت نفسك تشوفي ايه؟ انت اللي لا انت تشوفي ايه عن البنات؟ في اعمال كتير عن البنات نفسك تقدمي دور عن المراه. طب امال ايه؟ امال اعمل دور ايه؟ في الراجل تاني بتعيدوا نفس السؤال ده. ما انا مرأة. يعني مثلا قضيه مثلا عن الظلم مثلا تتعرض ليه المراه، حاجه مثلا زي اللي شفناها. ما على فكره في ظلم، على فكره في ظلم هنا في الشخصيه. الظلم مش الظلم ان هي يعني ظلم مشاعر، ظلم خداع، ظلم كذب. انت طالع في الكاميرا خلي بالك. ناس بتحب يعني. خلينا بقى نشوف الفيلم. تخيلي خلاص تمام كده. زينة لما جالي طبعا أسامة أنور عكاشة رحمة الله عليه اسمه قيمة فنية ما نقدرش ننكرها، فلما يجي عمل بالشكل ده
بتحسي ان هو بيحملك مسؤوليه اكبر كمان؟ ايه شايفه ان العمل كمان بيحملك مسؤوليه اكبر، عوده بفيلم تقيل؟ اكيد هو اي عمل بيبقى مسؤوليه، يعني اي حاجه بتبقى، انا باخد كل حاجه بمسؤوليه. يعني حتى على فكره الافلام اللي عملتها اللي كانت خفيفه ولذيذه وبرده بحبها جدا على فكره، كنت شايله مسؤوليه، حتى لو حاجات انا ساعات ببقى متردده جدا ان انا اعملها، والله بتقنها اكتر من الحاجات اللي ودايما بتثبتي كفاءه. وبات في خناق. شكرا على كده.